هدف أليسون سانتوس المتأخر في سان ماميس تسبب بتفاعل متسلسل دمر ترتيب القارة في لحظات. مرحبا. مباراة سبورتينغ وأتلتيك بلباو في سان ماميس قدمت لنا لحظة واحدة غيرت موازين القوى في القارة كلها بثواني. النظام الجديد ألغى تماماً أي شبكة أمان كانت بتحمي الأندية الكبيرة من الانهيار المفاجئ. الخطر هون مش بس خسارة مباراة، الخطر هو فقدان القدرة على احتواء الفوضى لما 18 ملعب بغلي بنفس اللحظة. تخيل إنه مع بداية السهرة بس أرسنال وبايرن ميونخ كانوا ضامنين التأهل والباقي كلهم بخطر حقيقي. المشكلة مش بالأخطاء الفردية، المشكلة إنه نظام الجراند فينال حول البطولة للعبة بقاء رياضية محكومة بالرياضيات. لما ال 18 مباراة انطلقت معا فجأة صار ترتيبك بيعتمد على جول بيتسجل في ملعب ببعد عنك آلاف الكيلومترات. الشوط الأول تشيلسي وبرشلونة كانوا بالمركز 12 و13، وهذا ضغط أعصاب المدربين وخلاهم يركضوا ورا النتيجة بجنون. الفرق اللي منسميها فرق الماركت الثانوي مثل بودو وقلمت وسبورتينج استغلوا هذا الضغط النفسي وصاروا يلعبوا على استنزاف طاقة الكبار. ببساطة النظام الجديد شال الريموت كنترول من ايد الأندية الكبيرة وخلى مصيرهم معلق بنتائج ملاعب ثانية وبنفس الدقيقة. الموضوع مش بس حظ، النظام الجديد حول دوري الأبطال من بطولة إدارة رتم لبطولة استنزاف مخزون بدني. تعالوا نحلل شو يعني انهيار المنظومة تحت ضغط المزاح. في نابولي تشيلسي اعتمد على الصلابة الهيكلية بمحور كايسيدو وأندري سانتوس لامتصاص الضغط. نابولي اللي هم أبطال إيطاليا دخلوا هم بالمركز 25، يعني الفوز هو خيارهم الوحيد للبقاء في أوروبا، وبالفعل قلبوا الطاولة وتقدموا 2-1 بفضل تحركات هويلند وفيرغارا بالعمق. بهديك اللحظة الجدول اللايف كان بفرجي إنهم تأهلوا، بس هون بتظهر مصيدة المزامنة. تشيلسي كان بالمركز الثامن ومهدد بالهبوط للملحق، فكان لازم يغامروا بكل شيء. ليام سحب بيدرو نيتو ونزل كول بالمر، وهذا التغيير كسر بلوك كونتي تماما. وبنفس الوقت سيميوني في مدريد كان محتاج الفوز ليختم تأهله المباشر، بس انصدم بواقع بودو قلمة النرويجي اللي ميزانيته ما بتيجي بجزء من راتب جريزمان. لعب بخطة 4-3-3 مرنة خلت أتلتيكو يفقد السيطرة على الأطراف، وأعطته انضباط تكتيكي حديدي وهجمات مرتدة عمودية. مارسيليا ما خسروا بس لأنهم كانوا سيئين، خسروا لأنهم وقعوا في فخ الانتظار. استنوا جول من ملعب تاني ينقذهم، وبنفس اللحظة ستانكوفيتش كان بيجهز رصاصة الرحمة في ملعب بروج، وهو لاعب على فكرة لسه العالم عم يكتشف موهبته. هاي مش مفاجآت، هاي هي فوضى المزامنة اللي شطبت أياكس ومارسيليا ونابولي في ليلة واحدة. هاي ليلة أثبتت إنه السيطرة في أوروبا صارت للي بيعرف يستغل الفوضى، مش للي بيحاول يهدي الرتم أو يعتمد على دفاعه. الهيمنة الدفاعية التاريخية لأندية مثل أتلتيكو ونابولي انتهت. إحنا بعهد جديد بكافئ المخاطرة العالية والعنف الهجومي. شوفوا الأرقام، 5 أندية إنجليزية حجزوا مقاعدهم بالتوب 8، وهذا بيوضح الفجوة التنافسية اللي عم تكبر بسبب قدرة دكة بدلاء عندهم على استيعاب صدمة المزامنة وتحويلها لضغط هجومي مستمر. أرسنال قدم نسخة مثالية ب8 انتصارات متتالية، ليفربول سحق كارباخ بسداسية، توتنهام وتشيلسي والسيتي كلهم بالصدارة. بالمقابل عمالقة مثل ريال مدريد، انتر ميلان وباريس سان جيرمان صاروا مضطرين يلعبوا مرحلة الملحق الخطرة في فبراير. هذا النظام الجديد ما بيعترف بالبرستيج. إذا ما كنت جاهز بدنيا وذهنيا لتلعب 90 دقيقة من التحولات رح تكون ضحية سهلة. الإقصاء الصادم لنابولي، مارسيليا وأياكس هو رسالة تحذير. التذبذب بالجدول الموحد هو انتحار. هدف أليسون سانتوس في سان ماميس بالدقيقة 94 ما كان مجرد جول حظ بآخر دقيقة، هو كان اللحظة اللي أثبتت فيها الرياضيات إنه نخبة أوروبا فقدت السيطرة على مصيرها القاري للأبد. القرعة يوم 30 يناير رح تحدد مسار الملحق.
بس الحقيقة اللي طلعت بليلة 28 يناير ما رح تتغير. هل إحنا مستعدين نشوف أبطال تاريخيين بيختفوا تماماً لأنهم ما قدروا يواكبوا فوضى المزامنة؟